يا بركة بسم الله. النهاردة اللايف هنتكلم في شوية مواضيع ومنها توقعات الماتش بتاع السوبر للأهلي والزمالك. نتكلم فيها الأخ إسلام صادق اللي غاوي يعني إيه ما يعني ما ده إيه محدش بيتكلم عليه ولا بتاع يقوم إيه قابل الكلمتين دول بقى إيه حكاية الرشاوي الهيئة الوطنية للإعلام فين إيه فين من الكلام ده. وأول واحد كان قاعد في الاجتماع محدش يغلط خد بالك. ودوت من ضمن اللي هو اللي ايه كان يطلع يقول لك ايه الاهلي بيفاوض وبيتكلم مع رمضان صبحي وحد يطلع يكذبني كمان يعني يتكلم الكلمه ويطلع يقول لك ايه حد يكذبني عشان ما حد يتكلم ايه وغيره كده كان غاوي ايه القصص دي. فحد على البوست اللي منزله دوت خالد غندور بيقول له انت قلت كذا وكذا قال له انا ماليش دعوه كل واحد ياخدها ايه على حسب اللي ايه دي. المهم ماتش الاهلي والزمالك السوبر الناس عماله بتتكلم بقالها اسبوعين بساعة الماتش بتاع جورمايا الكينو اللي راح جاي ده. حتى العين الاماراتي بيتكلموا من النهار بقالهم يومين برضه ثلاثة احنا هنكسب الاهلي واحنا هنعمل مع الاهلي واحنا هنسوي مع الاهلي. فهو ده ايه قدر الاهلي. انا هقول لكم اللي ايه المفيد ده لو بنلاعب اسوان ولا لاعب حرس الحدود ولا طلائع الجيش ولا انبي ولا اي كان يبقى برضه عاملين حساب الايه الماتش مش مثلا فكرة الزمالك وفكرة بتاع. انا اقول لكم الخلاصة لو الماتش مشي طبيعي كانت لعيبة الاهلي فايقة ومفيش اصابات ولا في طرد الماتش ده يخلص 7-1. ايوه 7-1 ده الطبيعي. فيعني ايه ما قاعدين ده بيتكلم وده بيتكلم وده بيقول وده مش عارف ايه وهنا مين الاقوى نص الملعب ده اقوى ولا هذا وده مش عارف ايه وده هيلعب عمر جابر باك شمال ولا يلعب باك يمين. كل واحد لو لعب في مكانه وال والاهلي في يومه انا زي ما قلت لكم النتيجه دي تقولوش معنى 7-1 هي هتيجي 7-1 ان شاء الله. ادي مسجل قبل الماتش بيومين قبل الماتش ايه بيومين. انا يعني دي توقعاتي بالنسبه للمباراه بس هو ربنا يسهل كده اهوت وايه يبقوا واقفين على حيلهم كده اهوت ويستر عليهم ايه الفرقتين ما يطلعش بقى الاخ اللي استغفر الله العظيم دوت يعني ايه غاوي يعمل ياخد اللقطه في اخر المتوقع بالنسبه للنادي الاهلي محمد الشناوي محمد هاني ياسر ابراهيم رامي ربيعه عطيه الله مروان عطيه واكرم وامام عاشور. وقدام انا برجح يعني اللي نلعب بحسين الشحات ناحيه الرايت ورضا سليم شمال. بس الراجل بان عليه هيلاعب محمد طاهر في الماتش ده هيلاعبه ناحيه الشمال عشان يقف مع عطيه الله ورضا سليم. انا حاسس ان هو يلعب بطاهر ولا بيرسي هيلعب. صوروا اللي بيرسي دوت من ساعه لما جه الاهلي عمره ما حط جون في الزمالك. مش عارفك ايه حكايتك يا بيرسي. بيرسي يلعب ماتش وينام له 10. بنشوف بقى اللي ايه توقعاتي ديت مظبوطة ولا يبقى في تغييرات. الزمالك بقى يلعب بقى بالايه اللي معاه ربنا انا يعني ربنا يخرج الماتش على خير ان شاء الله والى اللقاء.